الأمثال تضرب ولا تقاس، وبعض الأمثال قيلت وطبقت. لاحظت برجيلها ولاحظ السيد علي مثل معروف. فتاة تبلغ من العمر 24 عاما تكلم عنها عمها لتكون زوجة لابنه في المستقبل. هذه بعض التقاليد للعشائر. خلينا نشوف هاي الرسالة اللي دزتها لنا صديقتنا على صفحة الفيسبوك. مساء الخير دكتور حب. مساء الخيرات. أنا زينب من الحرية وعندي مشكلة وتعبت حيل تعبت. أنا مواليد 1990 وخطبني عمي الابنة من كان عمري 10 سنوات، يعني حجزني إله وأنا ما كملت دراستي وتقدم إلي الإنسان اللي أحبه ورفضوه أهلي بسببه. ولما مات عمي بسنة 2012 ابن عمي تزوج ب 2013. حكوا ويا أهلي يقول لهم هاي تقاليد أهل قبل. أنا شعلية وهسه أنا صار عمري 24 سنة ولا كملت دراستي ولا اتزوجت الإنسان اللي أحبه ولا تزوجت ابن عمي. حبايب قلبي، هاي الرسالة وهذا موضوعنا لهذا اليوم حول التقاليد العشائرية اللي جاي تحدث منها كثير من الحالات في العراق. ولهذا صحيح أنه يحجون على البنية ويخطبوها من هي وصغيرة. وما هي تعليقاتكم حول هذا الموضوع؟ نشوفكم في الحلقات الجاية. في أمان الله.